يعني السوق مليان فرص وناس بتشتري وناس بتبيع، طب انت ليه مبيعاتك لسه قليله؟ عالميا حجم الانفاق الالكتروني حوالي 6.5 تريليون دولار، يعني اكتر من 240 مليون عمليه شراء يوميا. في مصر سوق العقارات بيتخطى تريليون جنيه سنويا. كبار المطورين في مصر قدروا يبيعوا اكتر من 18500 وحده في اول 3 شهور في 2025، يعني حوالي 200 وحده يوميا. يعني السوق مليان فرص وناس بتشتري وناس بتبيع، طب انت ليه مبيعاتك لسه قليله؟ خليني اسالك سؤال، هو انت براند معروف وليك ناس بتتابعك؟ خلينا نفترض انا براند معروف والناس بتشوفني. انت بتعمل ادز مظبوط؟ تقول لي انا بعمل ادز ومظبوط على كل البلاتفورم. طب البيعه بتظبط؟ يعني البيعه بتخلص من خلال تيم سيلز قوي سي ار ام مظبوط؟ هنفترض كمان انك بتعمل كل ده، يعني كل ده تمام، بس انت لسه ما بعتش كويس. براند معروف، ادز مظبوطه، سيلز وسي ار ام مظبوط، بس ناقص طبقه صغيره قوي وهي اللي هتدير كل ده بشكل فعال، الاي اي ماتشنج انجن من اي بي اس دوت اي اي. احنا مش بنجمع بيانات وخلاص، احنا بنجيب الداتا وننظفها، نحدد بريفرنسز، مين عايز يشتري ايه وامتى وايه قابليته للشراء. بعدين بنعمل سمارت ماتشنج، نربط اليونت، البرودكت، السيرفيس ايا كان بالكلاينت بتاعها اللي محتاجها وفي الوقت اللي هو قادر يشتري فيه، وده بيخلي طريقه البيع اسهل واسرع. وعشان تبقى مطمن، لو معاك داتا سيت احنا هنقدر نطلع منها انسايتس تسهل عمليه البيع. لو مش معاك سيب الداتا كوليكشن عليه. اديك عرفت ان الحل مش ادز جديده او اكتر ولا سي ار ام جديد، الحل ان انت تضيف الاي اي لشغلك. ابعت لنا ماتش وخلينا نشوف الارقام وهتغير ايه في مبيعاتك. سلام.